بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا شرح للواجب. إن أنا أبين أنا إن شاء الله يعني فاهم الواجب إن شاء الله. أول حاجة موضوع الكلاسيفيكيشن، استعملنا فيه طبعا اللي هو عن داتا سيت بتاعت الإيريس داتا سيت. فأول حاجة إن إحنا هنتعرف على البيانات، وش يعني لازم نستدعي بنداس عشان الشغل تبعنا، يعني بنداس ومات مات بلوت ليب عشان هذا الرسومات. بندس طبعًا عشان أجيب الملف يعني وأعرضه CSV. تمام، فهنا جِبناه طبعًا من الدرايف. بعدين عندك هنا شيب عشان تعطي كم column كم row. تمام، وهنا بيعطيك كل الcolumns. من هنا حتعرض بس أول 5 صفوف معروفة هذه. طبعًا إحنا إيش بدنا نعمل، بدنا إيش عشان قبل ما ندرب الموديل لازم إيش، نشوف الmissing values، نشوف الأشياء هذه. وإيش الmissing values؟ نقول له إيش، نقول له طبعًا الdata frame is null اتصل عشان نشوف كل العمود إيش فيه، يعني إيش في قيمة مفقودة. هنلاقي إنه ما فيش أي قيمة مفقودة الحمد لله. فنشوف double check هل برضه إيش في يعني صفوف مكررة بنمشيها نحذفها بس تكون بس مرة واحدة يعني. فشافها قال لك كان صفر أصلًا، ما فيش داعي نتعامل مع أي شيء يعني خلاص. الoutlier handling إيش تشوف عن طريق الbox plot هنا. لاحظ هنا في outlier هنا فوق الmax وتحت الmin فيها outlier. فأنا هاقول له احصر لي البيانات من بين من تحت الmax وأكبر من الmin، غير هيك هذا مش هيكون من ضمن البيانات. فكيف هنعمل هيك؟ عن طريق اللي هو إيش، إن أنا أحدد له الربع الأول الربع الثالث، بعدين الIQR هو طول الbox هذا. تمام، وهيك إحنا يعني هو هيك طريق الكود هذا هيمشي سطر في الكود، وراح يشوف إذا تم عليه الشروط هذا، إذا كان في يعني قصدي يعني صف يعني، وأي إشي يكون false خلاص مش هيعتبره من ضمن اللي هو يكون فيه outlier يعني. بعدين قال له إيش dot shape، فقال له يطلع كيف، قال عدد مين، قال عدد الoutliers، قال عدد الصفوف يا رب، يعني صار خلاص من غير outlier. تمام. أنا قلت عشان نبدأ موضوع تدريب الموديل، أول حاجة لازم نعرف أنا إيش الإكس إيش الواي، إيش البيانات اللي حنتدرب عليها، وإيش التارجت، إيش الهدف بيكون دايما آخر يعني عمود هذا. فهي الفكرة هنا. بس لازم نقسم بيانات. طبعا قلنا له إحنا بدنا حسب النوع. تمام، وقسمنا بيانات لبيانات تدريب وبيانات تجربة تيستينج. تمام، بس هيك يعني هي الفكرة. هن طبعًا درّبنا الموديل عن طريق الlogistic regression يعني عشان نعمل classification يعني. فدرّبنا X Y train. تمام، بعد ما درّبناه بدنا نسأل نقول له والله إيش اتوقع لي الX test، يعني اتوقع الX test، نجرّب يعني نجرّب الموديل على إنه اتوقع لي. المفروض يطلع النتيجة هذه هي نفسها مين، الY test. كيف أنا هاقيس كده دقة الموديل عن طريق الإيش، الaccuracy هنا. فأعطيته الwhite test وأعطيته هيقارن بينهم يعطيك accuracy قيمتها كويسة يعني هنا، فيدل إن الموديل يعني كفاءته عالية. تمام، كده موضوع الregression هنا. إحنا الregression بيفرق عن classification. الregression حنتبع قيمة عددية، مش الclassification نتنبأ بفئة. لكن لأ، في الregression نتنبأ بقيمة عددية، زي مثلًا هنا سعر البيت في نفس جبنا طبعًا الhousing. تمام، نلاحظ هنا ما فيش heading فيه طبعًا هو، بس الhead مش موجود هنا. الhead ممكن يعني موجود في ضمن الكاجل. فعشان هيك قلنا له كلهم names، أعطينا أسماء كل إيش الأعمدة بالترتيب. يعني هو يعني من صراحة جبتها من يعني ساعات الذكاء الصناعي ساعدني في السطر هذا بصراحة يعني. تمام، الhousing data frame. تمام، بس أنا بالذات يعني تعدي في الذكاء الاصطناعي، يعني أنا مش كنتش فاهم كيف بدي أعمل. آآ قرأنا طبعًا وضفنا الإيش الcolumns هذه يعني والheader هذا. هيك تمام. قلت لو بنعرض إحنا بعد هيك عرض هيو إيش بالشكل هذا. هنا سعر البيت، الأساس طبعًا ده حنشوف كيف. على نفس الإشي يعني يكون في توقع نفس الإشي، يعني نفس الشغل تحت. يعني جيت هنا حنقسم البيانات طبعًا رحت أنا.
قول معايا هنا. عشان نشوف الأوتلاير طبعا. بعدين هنقسم البيانات هنا. عندنا نقول تقسيم أو هاي هان. هنا حنقسم البيانات إنه إيش إكس وإيش واي، إيش فصلناهم يعني. وحندرب الموديل، هي linear regression كل نفس الشغل اللي قبل بالضبط. بس الفرق إنه هنا حيش هيتنبأ بقيمة عددية مش هنستعمل طبعا المين سكوير ايرور عشان نتنبأ، عشان نتنبأ يعني، عشان نشوف دقة عشان نشوف دقة الموديل. بس هي الفكرة يعني. يعطيك العافية.